رابع global metaphor هنتكلم عنه النهاردة هو life is a school، إن الحياة مدرسة. فيرنون لو بيقول إنه experience is a hard teacher because she gives you the test first, the lesson afterward. إنه التجربة معلمة قاسية لأنها بتديك الاختبار الأول وبعدها الدرس. لو الحياة مدرسة تبقى كل تجربة درس، والنمو الشخصي بتاعنا هو الهدف الأساسي. مع الجلوبال ميتافور ده بتشوف التحديات على إنها حاجة ضرورية للنمو، بيبقى عندك صبر على العقبات والسيتباكس وبتشوفها على إنها مجرد part of the learning process، إنها جزء من عملية التعليم. بس في نفس الوقت ممكن يبقى عندك ضغط إن أنت لازم تنجح أو لازم تعدي من الاختبارات. في الأغلب بتنجذب للناس اللي ممكن تعمل معاهم connections قوية ليها معنى، واللي ممكن تقدر إن أنت تتبادل معاهم الخبرة أو الحكمة وتتعلموا من بعض. وممكن تكون بتجد بعض الصعوبة أو ما عندكش صبر أو خلق على الناس اللي مش بيحبوا يفكروا أو يتأملوا. في الشغل ممكن تكون بتقدر التقدم، وممكن يكون بالنسبة لك إن أنت تتطور أو تتعلم حاجة جديدة أهم من الوظيفة أو التايتل، يعني الدرجة الوظيفية أو المنافسة. بتحب تعلم أو تدرب الناس التانية وبتعمل الدور ده بشكل تلقائي، وبتحب الأدوار اللي فيها العلم أو المعرفة حاجة أساسية.